أنواع العملاء أو المشتريين لمنتجك. اختيار العملاء وتصنيفهم من أهم عوامل النجاح لبيع منتجك. لازم تعرف أنت بتستهدف أي نوع من العملاء عشان تقدر تقنعه بمنتجك وتوفر على نفسك وقت وجهد. من أهم أنواع العملاء العميل اللي بيدور على أقل سعر. العميل ده مش بيهتم بالمنتج ولا جودته ولا بيسأل على خدمة ما بعد البيع. كل هدفه هو السعر يكون رخيص ولو في حتى عرض. وده انت هتحتاج في بداية الكونتنت تبين له ان في اقوى الخصومات او العروض. والعميل ده مش احسن نوع انت محتاج تستهدفه. النوع التاني العميل اللي صعب ارضائه. النوع ده دايما بيدور على اللي مش موجود في منتجك او مش عاجبه العرض حتى لو عنه ببلاش. ده لو قلت له المنتج لونين ابيض واسود يقول لك لا انا عايز الاحمر. ده بقى بلاش تتعب نفسك معاه. النوع الثالث العميل اللي هيقدر القيمه المضافه للمنتج. ده من افضل العملاء الحقيقيين وهيشتري بصدق لو منتجك مميز فعلا. لان هو بيكون بيبحث كتير في اماكن كتير عن منتجات مشابهه. دايما بيسال عن العرض والتفاصيل اللي بتميز المنتج. فعلا خدمه بعد البيع. وده بيحتاج منك ما تتكلمش كتير عن المنتج قد ما بيكون عاوزك تكلمه عن الخدمه. عن الخدمة المميزة في منتجك اللي هيفيد. رابع نوع العميل اللي بيدور على الوظيفة. يعني بيدور على الراحة أو الأمان أو سهولة الوصول لهدف معين ملوش علاقة بالمنتج، زي مثلا التوصيل لحد باب البيت.